تمر هندي بيبقى زي كده بلدي بيجي من السودان، منه بيبقى مكسر زي كده. بلح الفراولايه كل سنه بتبقى حاجه نادره كده من انواع البلح دي، بيبقى زي اللي هو السعودي الباكيتات اسمها فواخر البلح، اللي هو الورده الكامله. دي قرن غزال بلحه معسله على كل حضرات مستر الفي. اعرفكم عن البلح والتوابل والكركديه. تمر هندي الاسواني بتاع اسوان. تمر هندي بيبقى زي كده بلدي بيجي من السودان بس اسمه اسواني. في ده الدوم الاسواني، منه بيبقى مكسر زي كده، وفي منه بيبقى السليم، وفي منه بيبقى مطحون اللي هو بتاع العصير. المكسر ده اللي هو بتاع الاكل. في كركديه زي كده لوزه اسواني، اللي هو الورده الكامله، اللوزه الاسواني اسمه. في بلحه زي كده دي قرن غزال، بلحه معسله كويسه في الاكل، من الانواع العاليه مع اللبن. البرطموده زي دي بلحه معسله، تتنقع مع اللبن، تتنقع مع الميه. بلحه بيبقى سكرها تقيل عن كل انواع البلح، بتبقى بلحه مسكره. ودي قرن غزال بتنزل عينه منها كل سنه، بتبقى حاجه نادره كده من انواع البلح. بلح الفراولايه بلحه مسكره وتتاكل اكل من غير النقعه، دي بتبقى مسكره في الاكل بتاعها. ودي فواخر اسمها فواخر داون البلح، بلحه بتبقى كلها لحم كده، بلحه ملحمه، بلحه من انواع اللحم اللي هو العاليه. حاجه كده من الحاجات اللي اسمها فواخر البلح، حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه مسكره. وده المجدول اللي هو الدرجه الاولى بقى، اللي هو السعودي اللي بيكون في علب وكده، بس ده ايه انتاج مصري بتاعنا بتاع اسوان، زي بتاع السعوديه، بس ده بيبقى ده بيبقى مصري، تعفيل مصري وزراعه مصريه. في بيبقى زي اللي هو السعودي الباكيتات، هو نفس الطعم، بلحه ملحمه، بلحه كويسه مع اللبن، كويسه مع الميه. حاجه كده ايه من اعلى انواع البلح، حاجه من فواخر البلح، لحمه مع الميه مع اللبن تبقى بلحه مسكره.